ايه يا عيني ويا سلام على هيك صحن شغل ابو راتب. يلي بيشوف هذا الصحن بيقول هذا جايبه من فندق 6 و7 نجوم. شيلوكن من النجوم كلها وتعالوا نحضر صينية بطاطا سورية بحت. عنا اول شي جوانح بننقعها قبل بيوم بخل مشان تنضاف معانا، وعنا بصلتين نقطعن شرائح بهذا الشكل، ربع كاسة زيت زيتون، وعنا أقل من ربع كاسة زيت نباتي. عنا التوم، وعنا عصير ليمونتين 3 ليمونات، هي اختياري. البطاطا مقطعة وسط، يعني لا سميكة ولا تكون ريا، بهذا الشكل. بدنا نحط بابريكا، وعنا الكاري، وعنا الهيل، زنجبيل، حطيت فلفل، كذا البهارات اللي بتحبوا انتم تحطوها حطوها. هلا بدنا اول شي نسلق الدجاج، بدنا نحط معهم ورق غار وكمشة هيل، وبدنا نحط بصلة واحدة، وبدنا نحط فلفل. شو حبيتوا تحطوا معاها حطوه. بنسكرها. وهلا بدنا نقلي البطاطا. بطاطا بدنا نقليها مشان تطلع معانا شي ابو راتب. اهم شي نصفيها من الزيت مزبوط. تمام. هلا بس صفرت عندي الصفيرة، بدنا نعير 3 4 ساعة لحتى يستوي معي الدجاج. وشوفوا لي المي شغل ابو راتب لحالها. المي ذهبية والدجاج مستوي، وشوفوا لي لون المي ما احلى. هي اسمها المي الذهبية. هلا بدنا نحط زيت نباتي بقلب طنجرة، وبدنا نقلي البصلات. طيب ليش عم تعمل هيك انت؟ تعالوا لاعطيكم السر. اول شي بدنا نحط هلا المرقة، بناخذ مرقة اللحمة، الدجاج عفوا، وبدنا نحطهم ونحركهم، ونحط معاهم زيت الزيتون. بنلحقهم بالبابريكا والبهارات اللي ذكرناها كلياتها من قبل. واذا حبيتوا انتم تزيدوا او تنقصوا بهارات من عندكم ما في اي مشكلة. المهم تزبطوا الأكلة على كيفكم تطلع شي أبو راتب. بنحط لها حبة من الماجي يعني، عشان تعطيها كمان طيابة ودسامة للمرقة. هلا عنا البطاطا بعد ما قليناها وصفيناها مزبوط من الزيت. شوفوا ولا نقطة زيت، بدنا نصفها بقلب الصينية. وبعدين عنا الجوانح بدنا نمدهم طريقة هيك مرتبة. وعنا هون بعد ما طبخنا التتبيلة تبعنا بدنا نوزعها بقلب الصينية، هي وسخنة طبعا، ما في داعي نستناها لحتى تبرد. بنوزعها كلياتها بشكل كامل. في عالم بتحب تحط مع الطبخة التتبيلة اللي عملناها هاي دبس بندورة، اختياري. حبيتوا تحطوا حطوا. شوفوا لي هاي الصينية بتتقدم لملوك. بتتقدم لملوك، يعني هي الصينية منظرها هيك ولسه ما دخلت الفرن، ما بالكم لما تفوت للفرن وتطلع. والوصفة بدها توم وليمون، غير هيك ما بتشتغل. توم وليمون بنجهزهم بنحطهم على جنب، بعدين بنروح هلا مباشرة على الفرن. بنشوف التقميرة والتحميرة، بنحطهم بنقلبهم على كيفنا بالفرن، يمين وشمال، مشان كلياتهم يتحمروا ويصيروا معنا بهذا الشكل. تقريبا بدها بالفرن 40 دقيقة 45 دقيقة حسب حرارة الفرن اللي عندكم. بنطلعهم من قلب هالفرن، وبندلق فوقهم الحمض والثوم هي والصينية سخنة. بنوزع التومات لحتى تاخد كل حبة حقها من الثوم، مشان لما تحطها بتمك هيك تطلع لك الحمض والثوم. شغل ابو راتب. بدنا نحطهم هلا نسكبهم بالصحن، وبدنا نحط لهم هالبطاطا ونحط فوقهم الجوانح، وبنحط لهم هي المي الذهبية. يا عيني يا عيني، والله شيء ابو راتب. ورايحين نيفا. رح ارجيكم كيف رايحين نيفا. نجيب جناح هيك، شوفوا لحاله بينقصقص. طبعا حبيتوا تحطوا جناح او اي شيء كله شغال كمان، بس الجوانح هيك بتلاقوها يعني طيبة كتير بالدجاج. صحتين وهنا وعوافي.